اهلا بيكم حبايب قلبي وفيديو جديد، ويلا مع بعض نكمل مشترياتنا لشهر 7. البيض رخص جدا جدا جدا. خلاص يا جماعة، بقى ب100 وب105 وب120 اقصى حاجة. بعد ما كان واصل سعره بعد ما وصل سعره 180 وكنا بنجيبه وكان غالي وبالغلا والكو. فالبيض حلو جدا الشهر ده. هاتيه علشان تعملي منه وصفات بديلة للبروتينات. هاتيه اعملي شكشوكة، هاتيه اعملي عجة، هاتيه اعملي حاجات فيها فايدة. هاتيه اعملي مع الموتزاريلا رغيف عيش كده ونفرده ونحط بيه فيه بيض على موتزاريلا ونعمله احلى حواوشي كده بالجبنة والبيض. جميل جدا ومقرمش ومش مشبع كمان. فالبيض يا جماعة هو بطلنا النهاردة. جبت طبعا فراخ، جبت الوراك دي رخيصة جدا، بجيبها ب130 وب120، بتكفيني وجبة فكويسة. جبت ملوخية خضرة، وجبت كمان عشان اعملها مع الفراخ. جبت طبعا بن وكافي بريك اللي انا بجيبهم كل مرة. وجبت العيال ذرة اللي هو المستوردة ديت من المقلة. وجبت كمان لب. جبت بحوالي كده شوية تسالي كده بحوالي 50 جنيه. جبت بقى لب سوري، وجبت اللي هو الذرة مستوردة، وجبت الملبس ده بحبه محشي بالسوداني او باللوز، ما بحبش اللي بجوز الهند. وجبت شوكولاتة اللارش دي جميلة جدا، وجبت كمان حمص خطير جدا جدا. كل دي حاجات جميلة وتسالي ومشبعة وصحية وحلوة قوي. وجبت الشوكولاته اللي هي رولانا دي حلوه، ولادي بيحبوها مع القهوه ومع الكوفي بريك فجبت لهم منها. وجبت لبن علشان نعمل الايس كوفي، بيحبوه جدا جدا جدا. وزي ما وعدتكم ان انا طول الشهر كل ما بجيب مشتريات وافكار بجيبها. فاهم حاجه البيض والجبنه الموتزاريلا يا جماعه. عملت النهارده غدا خفيف كده صيفي حلو. عملت بطاطس محمره وقطعت خيار وجزر، وعملت كمان بدنجان وفلفل وعيش وبيض مقلي. وطبعا ممكن اعمل بقى شكشوكة وشوية بطيخ وجبنة. خلاص ده الغدا بتاعنا النهاردة. الصيف بقى مش عايز يعني رط وعجن كتير في الاكل، ومش عايز حاجات كتير، وعايز حاجة كده تبل الريق، حاجة تشبع، حاجة مية ساقعة، بطيخ ساقع، عنب ساقع، اكلة خفيفة. ماهوش عايز بقى زي الشتاء يا جماعة. يعني لو جبنة وبطيخ بس ده خلاص غدايا ويشبعني جدا جدا جدا، وهبقى سعيدة بيه. تمام. فرصة في الصيف اشربوا مية كتير، وعوضوا جسمكم عن اي معادن او فيتامينات بتطلع منه. فرصة في الصيف برضو ان احنا نلم ايدينا شوية علشان مصاريف الدراسة اللي جاية، وعشان نعمل مصيف، وعشان حاجات كتير. فالاكلات طالما مفيش قابلية ان احنا ناكل كتير ومسبك ولحوم ومطهيات ومشويات، خلاص نوفر وندبر مع بعض. وخصوصا ان احنا طالعين من شهر مش عايزة اقول لكم يعني عيد وكمان كان دراسة فربنا يعيننا جميعا. ده يا جماعه الشيش طاووق اللي انا وريته لكم في مشتريات الفيديو اللي فات. انا هجربه معاكم. عايزه اقول لكم ان هو لحمه فراخ صافيه، مفيش فيه اي مصنعات، ومتبله، ومش هتبذلي مجهود خالص 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 في المطبخ وانت بتعمليها. طلعته كده قطعتها مكعبات لان هي بتيجي قطع على بعضها، فقطعتها مكعبات. عملت شويه وفضيت شويه في الكيس. طبعا انت ما بتعمليهاش في زيت كتير زي ما انا عاملاها كده، بس انا عندي كان ولادي صغيرين بيحبوها كده. انت ممكن لو عامله دايت بتعمليها في نقطه زيت وبتستوي وبتبقى جميله جدا 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 لما تغطي عليها كده في الطاسه، او تعمليها في الاير فراير، او تعمليها في الفرن. قدامك وصفات كتيره جدا جدا تقدري تعمليها بيه. تقدري تعمليها مع رز بسمتي، تقدري تعمليها سندوتشات، تقدري تعمليها مع مكرونه حمراء، تقدري تعمليها جنب مثلا عيش فينو، وزي مثلا بالطحينه كده، او باي صوصات الولاد بيحبوها. عايزه اقولك مفيده وكميه وفيره وموفره جدا جدا. يعني الكيلو ده ب 200 جنيه. لو انا جايبه شيش طاووق ب 200 جنيه مش هيديني ولا يرميلي الكميات دي، فعن ثقه يعني. فانا كده عملت جنبها كده مكرونه حمراء في اليوم ده، وخدت شويه بس من الكيلو
غرق لنا الدنيا وكفانا 6 افراد. فعايزه اقولك جربيها وعلى ضمانتي حلوه جدا جدا. هاتي وارمي في الفريزر وطلعيها كده، اعملي في اي وقت، بس تكوني مقطعاها وهي متبله جاهزه، ما بتحتاجش اي حاجه. وزي ما قلت لك لو انت واحده عامله دايت هتنفعك جدا، لان كل البهارات اللي عليها شويه اعشاب، شويه بهارات، لا عليها كفر ولا عليها بقسماط ولا عليها اي حاجه تمنعك من الدايت. فالشيش طاووق ده والفراخ اللي هي المشويه برضو اللي هي متبله، اللي ما عليهاش كفر، اللي هو اللحوم المصنعه دي، او الفراخ او البانيه المصنع، الحاجات دي لا يا جماعه دي حلوه جدا وعلى ضمانتي. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وتعليق حلو، بحبكم.